السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، صحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. الوصفة تاع اليوم راح تكون وصفة تليتلي مجمر على طريقتي، يعني بطريقة سهلة وبسيطة بالدجاج، يعني ويجي مجمر ويجي حبة على حبة، يجي بزاف يعني بنين. نروح المكونات الوصفة هذه. عندي حبة بصلة كبيرة كنت رحيتها، وعندي حبة طماطم، عندي قطعة زيتون أخضر مقطع إلى دوائر، عندي كمية من الحمص، وعندي قرن تاع فلفل حار، وعندي حبتين صغار تاع بطاطا قطعتهم ثاني مربعات صغيرة، وعندي فخذ تاع الدجاج. عندي أيضا كاس تاع تليتلي أي نوعية يعني، وعنا ليزيبيس بطبيعة الحال. نبداو الوصفة تاعنا. اول حاجه بديت بها، شعلت الغاز على نار يعني قليله، حطيت الكوكوطه تاعي، درت فيها ملعقه كبيره تاع زبده يعني راح تمدلك المرقه تاعك بنه ما شاء الله. وزدت لها حوالي 3 ملاعق تاع زيت كبار تاع زيت، كما راكم تشوفوا، يعني باش ما تحرقليش الزبده تاعي. نخلي الزبده تاعي تذوب شويه، واللوح الدجاج تاعي يتقلى. نخليو الدجاج تاعنا يتقلى مليح حتى يدي التحميره هذيك ويطلق كامل بنته، كما راكم تشوفوها. والدجاج تاعي يتقلى مليح وبدا يتحمر. زدت له حبه بصله وحبه طماطم، كما راكم تشوفوا. نخلطوهم ونخليهم يتقليو. زدت لها حوالي نصف ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، عندي حوالي 3 فصوص كبار تاع ثوم، اذا عندك ملح ديري نصف ملعقه كبيره، وعندي ملعقه صغيره تاع هريسه بالنسبه اللي يحبوا الحار، تقدروا ثاني تستغنيو عليها ما ديروهاش. عندي ملعقه كبيره تاع كزبر، قرن فلفل حار، ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، ملعقه صغيره تاع الفلفل احمر سواء حلو او حار، وعندي نصف ملعقه كبيره تاع الملح عينك ميزانك يعني، اني ما درتش انا نصف ملعقه كامله، اني نقصت منها. نخلط كامل المكونات مع بعضهم كيما راكم تشوفوا، ونخليهم نغطي عليهم ونخليهم يتقلاو بعقلهم. ديما نقولها لكم، قد ما تتقلى البصله تاعكم والدواوات لي زيبيس، الماكله تجي بنينه. خليها تطول يعني تتقلى بعقلها كيما راكم تشوفوا. هنا راهم تقلاو. زدت لهم الزيتون الاخضر. بالنسبه للخضر يعني تقدري ديري واش عندك في الدار، يعني كل واحد وطريقته. زدت لها ثاني ايضا كميه من الحمص، وعندي كميه من البطاطا. نزيد نخليهم ثاني يتقلاو بعقلهم، نغطي عليهم ونخليهم يتقلاو بعقلهم كيما راكم تشوفوا. بالنسبه للخضر يعني كل واحد وطريقته، كل واحد واش يحب يدير، تقدروا يعني تستغنوا عليهم. كاين اللي يدير غير الحمص، وكاين اللي ما يدير والو، يعني كل واحد وطريقته. ديري واش تحبي، كل واحد واش يحب افراد العائله تاعو. كما راكم تشوفوا بعد ما تقلات مرقت بالماء سخون. دائما نقول لكم لازم الماء يكون سخون. غطيت الخضره تاعي هذيك كما راكم تشوفوا، وسكرت الكوكوطه تاعي وخليتها طيب بعقلها حوالي 20 دقيقه. كما تعرفوا الدجاج ثم راهو يطيب. هنا بعد 20 دقيقه حليت الكوكوطه تاعي، لقيتها باللي طاب الدجاج تاعي وطابت الخضره تاعي، كلش يعني طايب، مام الحمص طاب كما راكم تشوفوا. في جهة أخرى نجيب مقلة ونحمص التليتلي تاعي. درت فيها حوالي ملعقة كبيرة تاع زبدة كما راكم تشوفوا، وحوالي ملعقتين تاع زيت، يعني باش ما تحرقليش الزبدة تاعي، يعني ما تكثروش، حوالي ملعقتين فقط. ودرت حوالي كاس تاع تليتلي او نصف باكي، يعني كل واحد يدير على حسب افراد العائلة تاعو. كما راكم تشوفوا هنا راني نحرك فيه ونقلب فيه على نار متوسطة. نبقاو نحركو ما نخليوش يعني يلزق ويبدا يحمر. التليتلي تاعنا دوك راهو يبدا يحمر، يبدا يتلون يبدا يتبدل اللون تاعو الى اللون الذهبي. نطفي عليه كما راكم تشوفوا. جنيتو قعدوا تحركوا فيه.
هنا التليتلي تاعي راهو تحمص. جبت في جهة اخرى جبت البوبيطة ودرت فيها التليتلي هذاك كما راكم تشوفون. انا ما خليتوش دا اللون الذهبي كامل، يعني نص نص. هنا نجي نجمر التليتلي تاعي، زدت له المرقة كما راكم تشوفوا. غطيت التليتلي تاعي كامل ونخليه يتجمر بعقله، نغطي عليه ونخليه يتجمر بعقله. ولازم ثاني نقعدوا نحركوا، سينو راح يلزق معكم التليتلي في القاع. هنا راني نحرك كل دقيقة، راني نطلع عليه ونحرك. هنا بدا ينشف والتليتلي تاعي مازال ما طابش. هنا جبت زدت له المرق كيما راكم تشوفوا. يعني المرق عينك ميزانك، يعني انت تعرفي تزيدي ولا تنقصي. تما مع الاول ما تكثريش بزاف، يعني باش ما يتعجنلكش. ديري قليل، من بعد كي يبدا ينشف تقدري تزيدي كيما درت انا. هنا التليتلي تاعي راهو بدا يطيب، خليته يتجمر. كل دقيقه قلت لكم نطلع عليه ونحرك. هاوليك التليتلي تاعي حتى ينشف من الماء مره من المرق كيما راكم تشوفوا. نطفي عليه ودرت له حوالي ملعقه تاع سمن او دهن، يعني بالنسبه اللي يحبوا يقدروا يديروه. تقدروا يعني ايضا تستغنوا عليه. كاين اللي ما يحبوش الدهن تقدروا تستغنوا عليه، بصح يعني راح يمد لها بنا ما شاء الله. في جهه اخرى جبت مقله درت فيها ملعقه زبده وملعقه تاع زيت وحمرت الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا. كيما تقدروا ثاني ايضا تحمروه في الفرن، ديروا له ملعقه تاع زبده وتخليوه يحمر في الفرن. حالك الدجاج تاعي بعد ما تحمر نروحوا نقدموا التليتلي تاعنا. هنا جبت طبسي درت فيه التليتلي كيما راكم تشوفوا. يعني الكميه هذه راهي توكل حوالي 6 اشخاص. كاس تاع تليتلي او نصف باكي راح توكل لك كميه تاع 6 اشخاص، يعني كميه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. حطيت الدجاج في الوسط اللي كنت حمرته، وكنت غليت حبه بيض للتزيين فقط، يعني والتزيين يكون اختياري. كما تعرفوا التليتلي يتمشى مع البيض المغلي بزاف، البيض المغلي والحار كما راكم تشوفوا. زين يعني كل واحد يزين على طريقته، انا نمد لكم الافكار وانتم زينوا بطريقتكم. ثاني عندي الحمص كما راكم تشوفوا، زينت به ثاني في الاطراف كما راكم تشوفوا. يعني طريقه سهله وبسيطه. الوصفه هذه راهي بزاف تجي بنينه ويجي التليتلي تاعنا يعني حبه على حبه مي يتعجنش ويجي بزاف بنين. كملت تفت الحمص تاعي بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. هاي ليك التليتلي تاعي في صحن التقديم، يعني جات الله يبارك ما شاء الله بزاف بنينه بطريقه يعني سهله وبسيطه. يعني بسطتها لكم قد ما نقدر ويجي بزاف بنين، يعني وصفه عائليه كما راكم تشوفوها. هي جا يعني حبه على حبه ما تعجنش وجا بزاف بنين. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.